حصن الأخيضر هو القصر الأثري في بادية كربلاء وسط العراق. يتميز بأنه بناء دفاعي ضخم، وهو مشيد بالحجر المتوفر في المنطقة المحيطة به، والجص، وبعض من أجزائه مبنى بالطابوق المفخور الذي يجلب من المنطقة القريبة من مدينة كربلاء. قلعة حصن الأخيضر هو عبارة عن حامية قديمة يفترض أنه مبنية من زمن أبو جعفر المنصور. أجريت عليها بعض التعديلات بالسنة 1961. قسمها إلى عدة بوابات، 4 بوابات: بوابة شمالية وجنوبية وشرقية وغربية. إضافة إلى الملحق الشمالي عبارة عن أسواق، وإضافة إلى الغرف الخارجية اللي هي عبارة عن الغرف الحرس والخدم والحاشية. يحيط بالحصن سورا طوله من الشمال إلى الجنوب 175 مترا، وعرضه من الشرق إلى الغرب 169 مترا، ويبلغ ارتفاعه حوالي 21 مترا. يضم السور 4 أبراج رئيسية، قطر كل منها 5 أمتار. جميلة ومرتبة، يعني سياحيا محترمة، حتى سينمائية. تقدر أزيد هسه من شركة سينمائية تستفاد من هذا المكان وتسوي له مرافق سياحية. رغم موجود اكو عندنا هنا اكو فندق محترم، اكو بنايات محترمة، ولكن ما مستغلة من قبل الجهات او السلطات الرسمية الموجودة بالمنطقة. مهما كان حصن الأخيضر أي من بنى بأي زمن بنى، يبقى آثار عراقية. العراقي دائما يفتخر بماضيه. ومما يؤكد على حصن الأخيضر بناءه إسلامي، وذلك من خلال التقنيات التي أجريت فيه. إن أسس بناؤه من أصل واحد، وإن المسجد فيه أصلي شيد مع البناء، ويعود إلى دور تأسيس الحصن. كما إن محراب المسجد في الجدار الجنوبي القبلي كان من أصل البناء أيضا، علما أنه يمتاز بنفس الخصائص التي تميزت بها المساجد الإسلامية. وفي ظل تزايد عدد السواح في كربلاء، لا سيما حصن الأخيضر القصر الأثري، صار من الضروري توفير الخدمات. وبحسب المراقبين من كربلاء المقدسة، أحمد القاصد، نيوز روم.